وسط كل اللي بيحصل حوالينا في ناس بتسألني إحنا كمصريين هل الخسارة بتاعتنا هتكون كبيرة بسبب كل اللي بيحصل حوالينا ولا ممكن يبقى عندنا مكسب؟ خليني أقول لك الموضوع ببساطة. أولاً كل ما البترول يزيد فاتورة الاستيراد هتزيد والضغط على الموازنة هيزيد. دي مع الوقت بتترجم لأسعار أغلى في السوق، وجايز نرجع نلاقي التضخم أو العجز رجعوا زادوا تاني، ده في حالة إن الموضوع طول. لكن من ناحية تانية مصر رغم كل التحديات اللي احنا ممكن نكون بنشوفها أو بنتكلم عليها دولة مستقرة في المنطقة. والحمد لله ربنا أنعم علينا إن احنا دولة ما فيهاش حروب ولا انقسامات، والسوق عندنا حجمه كبير جدا وعندنا بنية تحتية شغالة بشكل كويس جدا، وكمان مشروعات ضخمة ماشية، وده معناه حاجة مهمة جدا. المستثمر الأجنبي لما بيلاقي المنطقة اللي هو فيها بتغلي بيدور على أقرب محطة أمان، ومصر واحدة من عدد محطات أمان قليلة جدا في المنطقة. فأتمنى إن احنا نكون واحدة من محطات الأمان اللي الاستثمارات في المنطقة تقدر تتحرك فيها. بس كمان أنت كفرد عادي أو كمستثمر صغير لازم تركز وتتابع انت فلوسك رايحة فين وجاية منين، وكمان تركز جدا انت بتصرف فلوسك فين، بتحوش ازاي، وكمان تحرك فلوسك فين لما السوق يكون متقلب. اللي احنا فيه مش بس أزمة، ده ممكن يكون فرصة بس للي صاحي ومركز صح. خليك فاكر ان منطقة الشرق الأوسط هي قلب الطاقة في العالم، وده اللي انا هتكلم عليه في الفيديو اللي جاي وبس كده.